السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم حبة محشي كده مشكل. لزوم الشتاء والجو المتلج ده. وفرخة بلدي. حبيت اسلقها كده ايه بحالها وما حشيتهاش. حشيتها بصل وجزر وكلام من ده. وهعمل بقى معاكم ايه المحشي المشكل. ده البتنجان اللي انا كنت جايباه معاكم في مشتريات الشهر. من ساعتها وانا شايلاه في التلاجة. تمام، من ساعتها ايه وانا شايلاه في التلاجة، بس عايزاه تحافظي عليه تحطيه في التلاجة في الكيس تربطيه كويس. اللي هو ما يدخلوش، يعني تكون الكيس ما يكونش فيه هوا علشان ما يطراش منك ويبقى ايه دبلان كده. تسيبيه بقى زي ما انت عايزه بقى في التلاجة، مش هيجراله اي حاجه. كنت جايبه حوالي كيلو ونص كده او كيلو وربع من كل نوع بتنجان. وعملت فلفل رومي كتير بس منقيه اللي هو الرفيع. حوالي برضو كيلو او كيلو ونص، وكام فلفل كده حراق. بيدي طعم حلو برضو للمحشي كله لما تحشي معاه الفلفل الحراق ده. ومش اقل شويه من الكيلو كوسه. تمام، لان انا كنت جايبه كيلو. خدت منهم عملت منهم شوربه الخضار وكنت عاملاه معاكم. خدت بقى كل الكلام ده ورحت بقى كده على جنب، عملت لي كوبايه شاي ورحت اقعد اقور كل الكلام من ده. وبعد كده قعدت بقى ايه اسبك. تمام. ليه ما سبكتش الاول بعد كده اعمل ده؟ في حاجات تانية كنت بعملها معايا. فحبيت ان انا اقور الاول الحاجات دي كلها. وخلقت بقى الوقت خدني كده، قلت بسرعة بسرعة يلا. وقطعت البصل في الكبة. انجاز كده بدل ما اقعد اقطع على ايدي. واديت لها تكتين، يعني مش عايزاه مفروم قوي. بصل المحشي ما بيكونش مفروم ولا مدعوك كده، بيكون يعني ايه، باين ظاهر في الاكل، ان بقى على ما بيتسبك وعلى ما بتقلبيه مع الرز والكلام من ده بتلاقيه اصلا هو لوحده داب ومبقاش باين في الاكل. تمام. ضربت كده حوالي كيلو ونص من البصل. طول ما البصل كتير في المحشي بيدي طعم كويس جدا وجميل. هقولك دلوقتي على حبة اسرار تعمليها في المحشي. لو ما كنتيش بتعمليها بجد يبقى انت ما اكلتيش محشي قبل كده. حطيت حبة من الزيت في الحلة كده الكبيرة عندي، اكبر حلة عندي المقاس ده. ونزلت بالبصل اللي انا ضربته، بص التقطيع يعني ايه، ما فرمتهوش قوي، كان ظاهر كبير كده شوية. فرمت بقى كل الكمية اللي كانت عندي. وخدي بقى هنا ايه اول حاجة، شلت حبة من البصل كده على جنب، هقولك دلوقتي هنعمل بيهم ايه. تمام. وطبعا كنت فارمه برضو حبه من التوم ومجهزاهم جنبي. لو ما بتحطيش على المحشي توم، لا جربيه بالتوم. بيخلي طعمه مختلف تماما، ريحته مختلفه خالص. امشي بجد على الخطوات دي. هتاكلي محشي ما اكلتوش قبل كده. اهم حاجه ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو بنزله. لو اول مره تشوفيني انا نور العياط. هنا كنت خلاص البصله خلاص اتدبلت معايا وبقت كويسه وخدت اللون اللي انا عايزاه، ولا اكتر ولا اقل. انا بحب اتبل البصل قبل ما انزل بالصلصه. عندي هنا معلقتين بقى كبار من التوم انا كنت فرماه. تمام، بصي معلقتين كبار. هنزل عليهم بعد ما البصله خدت اللون ده. تمام، هنا كده بقت كويسه معايا. ولا تحمر اكتر من كده ولا تبقى فاتحه اكتر من كده. عشان المحشي معاكي يبقى مسكر وطعمه جميل. زي محشي زمان كده. وهنا فلفلتين كده رومي مقطعاهم قطع صغيره. هنزل عليها على البصله. تاخد تشويحه. بصل قصدي فلفل. رومي مع تقلية المحشي جربيها بجد هتاكلي محشي رهيب. وريحته قلبة الشقة. وعندي طرطفة كده فلفل حراق، انا ما بحبش المحشي يكون مشطشط قوي. ولا عندي في البيت جوزي ما بيحبوش حراق، فايه حطيت حتة صغننة كده. ما ادتنيش حرقان ولا حاجة، ادتني بس نفس كده في الاكل. يعني كده يا ست الكل حطينا التوم وحطينا الفلفل الرومي وحتة من الفلفل الحراق لو انت بتحبيه. على البصلاية بعد ما اتبلت، وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي. طبعا الكزبرة. والملح. والفلفل الاسود. والكمون، هو دي بهارات المحشي. حط من كل بهارات دي معلقتين، لان انا عامله كميه كبيره زي ما انا قلت لك. وكنت فارمه حوالي اللي هو شفشقين كبار من الصلصه. والبصل زي ما انت شايفه كتير، حطيت معلقتين كزبره معلقتين ملح معلقتين فلفل اسود. ومعلقتين كمون ومكعبين من المرق. بس ولما انزل بالصلصه يا ست الكل هقولك دلوقتي هنعمل ايه. خليكي معايا خطوه بخطوه. لو عندك حبة محشي كده قومي ونضفيهم واعمليهم. عندك بقى ورق خاص، دلوقتي الخاص منتشر جامد عندك بقى حبة خاص جايباهم، قطعي برضو كده الورق بتاعهم. احشيهم. كرنبية حلوة كده تدفي بيها العيال كده في الجو ده، الكرنب بيبقى زي السكر في الشتاء زي ما احنا عارفين بلدي وجميل. تمام. يعني هتعملي حبة محشي. يا سيدي عليهم.
هنا كنت ضاربه بقى الطماطم، بس انا ما بحطش ميه خالص وانا بضرب الطماطم بالذات لصلصه المحشي، عشان تتسبك معايا بسرعه وتبقى ما تبقاش خفيفه. تمام، ما حطيتش ميه نهائي. بس كده، هسيبهم بقى يتسبكوا على مهلهم وبراحتهم. ما تنسيش معلقه السكر عشان حموضه الطماطم، وتظبط ايه الدنيا كده معاكي. هسيبهم بقى كده ايه على نار ورا كده متوسطه، وكل شويه اقلب فيها عشان ما تلسعش من تحت. وهسيبها بقى ايه لحد ما اشوف هعمل ايه. تمام، اغسل الرز، هغسل الخضره، اقطعها، كلام من ده اللي احنا عارفينه. حطيت هنا حبه بابريكا كده تحمر لي الصلصه. انا بحب صلصه المحشي تكون حمرة جدا، وبالذات لو هعمل كرنب. والكميه الكبيره دي انا عملتها لان انا كنت برضو جايبه معاكم كرنبيه كبيره، بس انا حشيت البتنجان والكوسه والفلفل. والكرنبه ما عملتهاش الصراحه، سبتها بقى ايه مره تانية هبقى اعملها معاكم. عادي، الخلطه بتقعد في التلاجة بالاسبوع. طبعا اللي انا نزلت بيه ده ايه نعناع، مش عايزه اقولك عن النعناع في المحشي بيخلي ريحته رهيبه. لا اما بقى حبه نعناع ناشفين، نعناع اللي هو طازه ده تقطعيه كده صغير عادي. تمام. كنت بقى غاسله هنا الرز بقى، وكنت ايه بس كان في حبه ميه، فكنت بصفيه كده حبه بحبه. وهديله تشويحه حلوه. ليه هديله تشويحه؟ عشان لما اشيله في التلاجة مثلا اسبوع 3 ايام 4 ايام براحتي انا، على حسب بقى ايه لو عندي حاجه تانية عايزه احشيها او الكميه زادت مني، عادي هتلاقيه كويس معاكي ما يجرلوش اي حاجه. بس انت علي درجه بروده التلاجة شويه وهو هيبقى زي الفل معاكي. تمام. انا شوحته بقى كده شويه، وبعد كده هنزل عليه بحبه بهارات تاني. ايوه، في بهارات تاني، مرحله تانية بتتحط على المحشي. لو عايزه بجد المحشي يقولوا ايه الريحه والطعامه يعني بجد فظيع فظيع وكان زي العسل، اعملي الطريقه دي. حطيت بقى حبه كزبره وحبه كمون بس. وجيت على البصله اللي انا كنت شايلاها معاكم، معلقه البصله الكبيره دي، حطيت عليها ملح وفلفل اسود ودعكتها كده بايدي، عملت كمره للمحشي. هي دي السر المحشي اللي بجد لو مش بتعمليه عليها على خلطه المحشي اكنك ما اكلتيش محشي قبل كده. وجربيها بجد، جربيها. الحركه دي بتاعت زمان، يعني ناس قليله قوي اللي بتعملها. تمام. هنا كده خلصت خلاص كل المحشي واديت له خدمته وزياده. كنت قطعت بقى الخضره وهنزل بيها، وهسيبه بقى على جنب كده وايه، وهنبدا ايه نحشي بقى ايه مع بعض. تمام. تاخدي بقى المحشي تحشيه بقى كده، تقعدي قدام التلفزيون، شغلي حاجه بتحبيها، مسلسل، مسرحيه، اي حاجه، اعملي لك كوبايه شاي كده ايه، وروحي احشي بقى ايه على جنب. طبعا مش هقعد احشي معاكم واطول الفيديو عليكم. كنت بقول ايه، في اي حاجه بقى اعمليها محشي كده عندك. في كمان ناس بتعمل والله محشي طماطم بيبقى حلو جدا، والبصل. ان شاء الله هعمل معاكم قريب جدا محشي بصل بطريقه سهله وبسيطه، هتحبوها جدا وطعمه بيبقى زي العسل. هنا كنت انا بحط بقى خضره كتير، انا بحب الخضره كتير قوي في المحشي، بتدي ريحه حلوه وطعم كويس جدا مميز. زي ما انت شايفه كده، بص الخضره كانت كتيره ازاي. ما شاء الله الحله كانت مليانه على اخرها، كانت صعبه عليا شويه في التقليب. حطيت 2 كزبره و2 شبت و2 بقدونس. وربطه الخضره الصراحه كانت مليانه، كانت كبيره يعني. فايه ادتني خضره كتير. لما اجي بقى هحشي باخد حبه كده على جنب عشان كله ما يتبهدلش مني، واقعد ايه على قد الكميه اللي انا هحشيها، وقعدت ايه احشيها بقى كده ايه على جنب. زي ما قلت لك انا كنت جايبه المشكل ده، وكنت جايبه برضو كرومبايه كبيره اللي انا كنت جايباها معاكم في المشتريات. فكنت عايزه اعمل كله مع بعض، فعملت ده دلوقتي. والكرومبايه قلت اخليها اليوم تاني كده، هبقى اعملها معاكم مع حاجه تانية جديده قوي هتحبوها، خليها مفاجاه بقى ليكم. فحشيت ده بقى وظبطته، وبعد كده التاني الكرومبايه التانية هبقى اعملها ايه في يوم تاني. والرز طول ما انت مشوحاه كويس ما تخافيش عليه، مش هيجرى له اي حاجه وانت حاطاه في التلاجة. تمام. وكنت بسلق بقى فرخة بلدي اللي انا جبتها برضو معاكم، بس انا ما صورتهاش وانا بظبطها. غسلتها ونقعتها وحشيتها جزر وفلفل جزر وبصل وفلفل، وحطيتها في المية في الشوربة يعني وكده. حبيت ان اعملها بشوربة، ما رضيتش احطها في الفرن عشان اسقي المحشي. زي ما انت شايفة كده سقيت المحشي. بصوا هنا كانت خلاص الفرخة قربت تستوي. المحشي تسقيه لحد بس ايه ربع الصباع من تحت، فاهماني؟ مش اكتر. وتعلي عليه في الاول، وبعد مثلا نص السوا بالظبط تقومي مهديه، او عامله النص، او عامله يعني نص تهديه، مش اللي هي الهاديه خالص. هنا بقى كنت عايزه احمر الفرخه، بس حمرتها بسرعه وهي كانت لسه في شوربتها، فما خدتش اللون اللي انا كنت عايزاه، اللي انا بعمله معاكم على طول. اهم حاجه ما تنسيش اللايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوا فيديو ليا. ان شاء الله انزل معاكم فيديوهات كويسه جدا الفتره الجايه. هنعمل حاجات جديده مميزه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كان المحشي خلاص استوى معايا وبقى زي الفل كده، وزي ما شايفينه كده مولع نار. هو ده المطلوب في الجو المتلج ده بجد. حبة محشي كده حتى لو مش جنبهم اي حاجة هيبقى زي العسل. وزي ما قلت لكم طبعا الكرنب في الفترة دي جميل جدا وحلو، يعني بجد كلنا بننتهز فترة الشتاء نجيب فيها كرنب بقى، غير فترة الصيف خالص واي فصل تاني. حبيت بقى كده احط الفرخية كده ايه في النص. زي ما قلت لكم ما خدتش اللون اللي انا كنت عايزاه قوي يعني، بس كانت جميلة ومسكرة ان هي كانت بلدي فاستوت بسرعة. انا دايما بحب اجيب العتاقي، بس جبتها المرة دي بلدي عشان كنت ايه مستعجلة شوية في ايه في موضوع الاكل. وانا خلاص كنت خلصت الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم بخلطة المحشي الرهيبة. لو بجد مش بتجربيها بالطريقة دي لازم تجربيها، جميلة جميلة وبجد مش هتعملي غيرها بعد كده وعلى ضمانتي. هي دي سر خلطة المحشي. والسلام عليكم ورحمة